السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. انا بحاول اوريكم الشقة، الصالة، الريسبشن كده اللي انا خلصته ده. عايزة اوريكم الفرش الانتريه اللي عملته اهو. بصوا شكل فرش الانتريه طبعا. اما عملته ادى شكل جمالي وفتح المكان، وغسلت احواض السمك. وشايفين المخدات، الفرش ده انا كنت جايباه المتر كان عريض ما شاء الله، وعمل على الوجهين، يعني القماشة عاملة على الوجهين. كان حوالي المتر ب35 جنيه. بصوا شايفين سلات الزبالة دي، وطبعا الكنبة دي برضو مفصلاها، والكنبة دي كل ده على الوجهين. يعني لو قلبته وشغلته الناحية التانية هيشتغل بلون الخداديات دي. طبعا دي المرايات اللي انا زينتها معاكم، وجبتها من عند رنين وحطيت لها الخرز دوت. وهنا دي الفوانيس اللي كنت عاملاها معاكم اهو. بصوا بقى هنخش كده على الريسبشن ده. بصوا انا عامله سلات للزباله من اعاده التدوير. طبعا دي من طرحه قديمه، هوريكوا. دي طبعا من قماش الفرو، دي لسه هتتعمل. بصوا بقى هنا بعمل تجديدات للخداديات. انتوا طبعا عارفين ان احنا عملنا الخداديات الرمضانية، وكل ده كان لابس لبس رمضان، فلازم كنت اغير النظام بتاعه خالص، لاني خلاص بقى العيد كل سنة وانتوا طيبين، لازم اغير. وشغالة اهو فيها، لاني بصراحة مش عايزة اطول عليكم، لاني عندي مخدات غير بالعقل، يعني هي مش بالعقل، كتير جدا جدا. بصوا الفكرة ان انا بغير الكسوة بتاعتها كلها. طبعا المخدة اللي تحت اهي رمضانية، وبحاول ان انا اقص واجمع المخدات، عايزة اعملهم على شكل فيونكات بالمنظر ده. تمام كده. وبحاول ان انا ايه، بصوا الكسوة طبعا بتاعة الانتريه دي بتتباع بالكرسي. الكرسي ب125 جنيه لو انت عايزة تجيبيه من السوق كده. وطبعا انا جبت القماش دوت برضو من السوق، وكنت وريته لكم قبل كده. طبعا الخداديات اهي. وهنا طبعا بصوا سلة المهملات دي من اي جلابية قديمة، دي من طاقية. كل الحاجات دي انا طبعا كنت سهرانة مع المصحف، وصلت للجزء ال28. طبعا عشان انا مش يعني مش مركزة قوي، انا كنت بختمه مرتين بس. الخياطة يعني واخدة مني وقت جامد، لاني طبعا عملت نظام برائع، نظام غيرت ستاير، شايفين. وطبعا هنا المخدات اللي عملتها على شكل بونبوني، وطبعا دي مش محشية ولا قطن ولا فايبر، دي محشية. هوريكوا دلوقتي. بصوا محشية ايه. الكور الصغننة دي هي اللي حشيتها في المخدات دي. طبعا انا كنت عايزة اتخلص منهم لان هم مبهدلين لي الشقة، وبالتالي عملتهم وطلعوا حلوين قوي قوي. يعني بصراحة هم احلى من الفايبر. انا بفكر ان الواحد ممكن يعمل بوف للاطفال منهم بطريقة سهلة وبسيطة طبعا، وهنعملها مع بعض. وادي بونبونية تانية اهي. والمخدات دي طبعا انا عملتها بس ما صورتهاش بصراحة. بصوا انا حبيت اللون الكشمير ده. بصوا شايفينه هيجي مع الكرسي، هيبقى شكله حلو قوي. وحبيت برضو عشان ما تبقاش العين تزهق ان انا الف المخدة كده وتبقى بلون تاني بشكل تاني. فانا حبيت اعمل المخدات بتاعتي على الوجهين. وطبعا ما تنسوش سلة الباسكت دي طبعا حاطه لها طاقية. بصوا هقرب لكم منها، من الطواقي القديمة اللي عملت لها إعادة تدوير. ودي طبعا من الهدوم القديمة. وعايزة اوريكم السمك بتاعنا، طبعا انا غسلت الحوض وظبطته. ودي طبعا الجزء بتاع الايه المهارات بتاعتي والتحف. تمام كده. انا حبيت اخد معاكم جولة كده سريعة. ودي برضو طاقية. وهنا بصوا الكرسي دوت، ده كرسي الصلاة اللي احنا بنحط عليه الخمارات بتاعتنا والحاجات. وهنا المخدات اللي كنا عاملينها مع بعض. وهنا بعض الايه التحف اللي هي معمولة من اعادة تدوير اللمض القديمة. طبعا انا لما بقيد الاضاءة هنا بتبقى جميلة قوي. هنا برضو بصوا الإضاءة طبعا عاملة مع التحف اللي هي التحف الرمضانية من إعادة تدوير اللمبات القديمة.
بصوا افكار بسيطة وسهلة. ودي طبعا الفيديو بتاعها اتمسح. الازازة دي كنت جايباها ب5 جنيه من السوق، وطبعا عملت لها الجبير دوت، وعملت لها القلوب دي. لو حد عجبه حاجة في الافكار بتاعة الشقة. ودي طبعا البونبونات دي، ودي معمولة من الصدف بتاع حوض السمك. وفاكرين الكاس المكسور اللي عملته، وطبعا القاعدة بتاعته عملت لها بغطا، شايفينها؟ ده غطا علبة زبادي علشان اقدر اصلح الكاس بتاعنا المكسور. ولو مشروخ من هنا تقدري تحطيله الفكرة ديت. دي طبعا برضو من ضمن اعادة التدوير اللي عملناها مع بعض. هنا بصوا الزينات، حاجات بسيطة كده حلوة. وهنا طبعا المخدات. وهنا علبة الكنز اللي احنا عملناها برضو فكرة. شايفين؟ بصوا برضو الآيات القرآنية دي بتتباع، بس لازم انتي برضو يبقى لك بصمة فيها. انا بصوا حطيت لها الاسترس ده. بصوا كل الحاجات. بصوا حتى البونبونيرة اللي على الترابيزة دي انا حاطه لها فصوص من اللولي، لو تاخدوا بالكم منها. والمخدات طبعا الرمضانية غيرتها خالص. وهنا بصوا الإضاءة دي، أنا بحب الإضاءة دي الليلية، بس طبعا النهار طلع فالإضاءة ما بقتش ليلية خالص، دخل معاها النهار. شايفين؟ أنا بحاول أوريكم وأنا خارجة كده جزء جزء. طبعا الكنب والحاجات دي. بصوا أنا بحاول إن الألوان بتاعة الباسكت تتناسب مع اللون اللي محطوط. بصوا هنا الطبلية طبعا دي هي ترابيزة وانا حطيت عليها قرصة مدورة. وطبعا سمرتها ب4 مسامير على الترابيزة اللي كانت صغيرة عندي. كنت بحط فيها عليها الغسيل في البلكونة. كنت هعملها لكم بشكل إعادة تدوير، بس القرصة دي كانت بتوقع حاجات كده فما كانتش عجباني. فاخترعت لها برضو اختراع، ورحت حاطه لها الغيرة تبتها وخلاها بقت حلوة. بصوا شكل انا حبيت بصراحة اصور دلوقتي في الوقت ده عشان الكنبة دي قبل ما تبوظ. بصوا لقيت الجبير ده موجود او التطريز ده موجود، هيمشي مع لون الانتريه جدا. فجبت ده كانوا 3 وحدات باين ب10 اهو. ورحت حطاله الاسترس من بره من على الحرف. على فكرة انا لو بكل حاجة بصورها انا هعمل لكم 30 فيديو في اليوم. بس انا ساعات كتير ما بيبقاش ينفع ان انا اصور، عشان بيبقى عندي ناس واطفال. يعني كارما في الاجازة بتبقى على طول مقضيها معايا، فما ينفعش خالص ان انا اصور ومعايا حد والاصوات العالية دي طبعا في البيت. عايزه اوريكم. بصوا انا غيرت الستاير. شايفين الكفر بتاع العداد، عداد الغاز؟ شايفين الساعه؟ طبعا كنت عاملاها معاكم وحاطه لها الالمازات اللي على فساتين السواريه اللي عند ولادي. لميت كل الالمازات اللي عليها بالوانها بشكلها، وطبعا حطيتها. بس كل ما نيجي نغير الحلقة كل ما نيجي نغير الحجر سامحوني، كل ما نيجي نغير الحجر بنروح موقعين شوية المظات منها. طبعا بصوا الستارة دي انا خدت قطعة من القماش وحطيتها فوق برقع ليها. طبعا عملت لكم ستارة قبل كده، بس حبيت برضو اوريكم الفكرة اللي انا عاملاها في الستاير عندي. دي طبعا ستارة من اللي هي بتاعة الاحتفالات. بصوا حطيت نصها هنا والنص التاني هنا، وطبعا النجمة المضيئة دي، وكفر الشاشة اللي احنا عاملينه مع بعض. بصوا الافكار اللي انا حطاها فوق دي. انا بحب الشقة، هي بتبقى زحمة ومتعبة جدا في عمايلها، بس انا بحب الحاجات اللي هي فيها لمسة فنية. يعني بصوا ده مفرش كنت عاملاه بالكروشيه. انا لو مثلا كنت بصور يعني بجد يعني الفيديوهات كانت هتبقى كتير جدا جدا. بصوا المفرش ده خد مني تخيلوا وقت قد ايه. طبعا انا بقضي يومي عادي زي اي حد، بس الشغل اللي انا بعمله ده ما ينفعش يتعمل بالنهار، فبضطر ان انا اعمله بالليل علشان بالنهار ده ما ينفعش، هيبقى للموجودين وللجايين والباب بيخبط. بصوا النيش بتاعنا اهو. بصوا شكله. طبعا حطيت له زودت له اضاءة وغيرت له اماكن الصيني. بصوا غيرت كده
حطيت الحاجات اللي لاني الرفوف وقعت واتكسرت وكده، فطبعا يعني طقم زي المذهب ده نصه اتكسر، فكان ما ينفعش احطه في رف زي ده لما كان هنا في الاول، فحطيته في رف صغنن وحطيت جنبيه فناجيل القهوة ديت. بصوا بحاول ان انا اظبط على قد ما اقدر. طبعا انا كنت بعمل المخدات الفل، وادي طبعا جزء من الفل حطيته عبيته في ازازة. بصوا شايفين هتلاقوا هنا لو فتحت لكم النيش هتلاقوا، بصوا المجين دول كارما ومنال، يعني تقريبا هي كارما محتلة كل حياتي وهي كل تفكيري. بصوا دي كانت خدادية عندي والسوستة بتاعتها باظت بصراحة، فكرت اركب لها سوستة، وبعدين قلت لا هعملها فكرة على الترابيزة واخليها بشكل جديد كده، نغير ونخرج من الايه من الروتين اللي احنا بنبقى عايشين فيه. فالتجديد بيبقى حلو جدا وبيسعد، والعين كمان ما بتزهقش منها تتفرج على حاجات جديدة كل شوية. طبعا هي دي شقتي، ده الريسبشن بتاعي. لسه طبعا انا عملت معاكم ملاية العيد بتاعت الأوضة بتاعتي، لكن لسه ملايات الأطفال، فحبيت اخد جولة معاكم سريعة كده في الشقة اللي احنا بنعمل شغالة فيها والله. يعني انا فرشتها واستعديت ومسحت للعيد، بس هي لسه برضو ما خلصتش لاني بغير. بصوا كمية الخداديات قد ايه، يعني انا حاسه اني بصوا كاني عازمه معازيم عندي مش خداديات بس، بغير لها طبعا الكياس، والكياس دي طبعا بركب لها سوست. وفي الاصل انا بجهز توزيعات العيد اللي هي عباره عن توك وبوكات من السوست، وفي نفس الوقت برضو باجي اقرا في المصحف بتاعي اهو. يعني بحاول ان انا اكون في كل المجالات وفي كل الحاجات، عشان لما يفقدوني يحسوا ان انا كنت ليا قيمة في حياتهم. بس طبعا محدش بيحس بالموجود الا لما بيبقى مفقود. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا. واتمنى افكاري من الشقة، انا حاولت ان انا اخلي الجزء ده كله كشمير اهو، وطبعا عشان اكسر اللون دخلت فيه ابيض ولبني وبعض الاحمر، فعشان ما يبقاش اللون موحد كده ويبقى كأنه زي مدرسي، فحبيت ان انا اغير في الافكار. واتمنى افكاري تعجبكم، لو حد ليه يعني اي فكرة يقولي عليها او اي تغيير انا تحت امركم، او اي سؤال. ال- القماش التفصيل، طبعا انا مش خياطة قوي يعني، بس بحاول ان انا يعني اظبط حاجتي بنفسي. لو تفتكروا ان ده الكورنيش اللي انا حطاه للكراسي او لفرش الانتريه ده كان كفر الركنه اللي انا جبته من سنتر شاهين وصورته معاكم، بس ما كانش عاجبني، كان يعني مش عارفة، حاسة ان الكنبة كده مش مرتاحة، فاضطريت ان انا اخده وانزله في الكورنيش بتاع القماش ويبقى بالفكرة السهلة البسيطة دي. وطبعا عايزة اوريكم الخدة دي المشاية الكشمير دي. بصوا جت هنا برضو اتطعمت كأنها جاية معاها، طبعا دي اعادة تدوير لمشاياتي القديمة. بصوا هنا لسه برضو اللي هي حاجات القطع بتاعة رمضان اعادة تدوير برضو عملتها معاكم. بس بصوا اللون الكشمير جاي مع الكشمير ده، وطبعا كسرت اللون اللي هو الرصاصي ده بالايه بتاع الكشمير اللي هي الحافظة الكشمير، وداخل فيها رصاصي برضو اللي كانت صاحبتي جايبها لي هدية. اتمنى الريسبشن يعجبكم وحوض السمك والحاجات دي. واشوفكم بخير وكل سنة وانتم طيبين. باي باي، سلام عليكم.